يعني هل نفهم من هذا بأن تحذيراتكم هذه تأتي في سياق التشدد الذي تقابل به مطالبكم من الدول الخليجية والأمم المتحدة أيضا؟ في حالة التجاهل المستمر وفي حالة استمرار الظلم على شعب الجنوب، نحن نقتل كل يوم، آلاف الشهداء والجرحى، والعالم عندما يحصل حادثة واحدة في مكان تقوم الدنيا ولا تقعد، ونحن يقتل منا كل يوم. آخرها قبل أيام في الضالع، يعني اعتداء على قرية واستشهاد مجموعة من شبابنا وجاء عدد كبير منهم هكذا بدون أي سبب، مجرد يعني عبث بالناس. يأتي يجرب سلاحه ويعمل اللي يريد، لأن ما حد ينظر، لا توجد جهة في العالم هذا تراقب هذا الظلم الذي يقع علينا من قبل الجمهورية العربية اليمنية، من قبل صنعاء بالتحديد. وهم هناك لا يستطيعوا أن يقيموا دولة. في صنعاء من الصعب أن تقيم دولة. هذه عصابات من العسكر ورجال الدين الذين يدعون أنهم رجال دين والمشايخ، وهذه فئات تتقاتل اليوم الصارح على الكراسي، وليس بمقدورها أن توجد دولة وطنية كما ومدنية كما نطالب نحن به. فهذا الوضع وضع شائك جدا، وأرجو أن الموقف الإقليمي والدولي يتصحح ويتغير، ويكون في مراجعة من قضية الجنوب. نحن مظلومين، العالم ساكت على ظلمنا، وهذا مضر، وهذا له نتائج إذا استمر بهذا الشكل. مش بيدي أنا، هذا الوضع قد يؤدي إلى انفجار، مش بيد حد يسيطر عليه. نعم. فأنا أتمنى أن يكون في التفاتة وفي تحقيقات وفي تلمس رأي الناس في موضوع الدعم، وهذه موضوعة مهمة جدا لتحقيق المطالب التي تطالبون بها. هل تحظى أيضا مطالبكم بدعم داخلي من بعض القوى الناشطة في الداخل اليمني؟ وأتحدث هنا عن يعني أطراف المشكلة لحكومة الوفاق بكلا طرفيها، ربما يعني اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي، إضافة إلى يعني ربما أيضا رقم مهم جدا الآن في المعادلة اليمنية وهم الحوثيون. في صنعاء هناك يختلفون، ولكنهم يتفقون على استمرار احتلال الجنوب. هذا أرجو أن تفهموه جيدا. مهما كان الخلاف فيما بينهم، هناك اتفاق قوي فيما بينهم لاستمرار احتلال الجنوب من أجل استمرار نهب ثرواته والسيطرة عليه وإبقائه تحت الاحتلال، ولكن ذلك اللي نريدهم. بما أن الرئيس الحالي عبد ربه منصور هادي من الجنوب، هل هذا ربما يعني يسحب البساط يعني بشكل أو بآخر من مطالبكم ويخفف منها، كون الرئيس هو من الجنوب، وأيضا هنالك وزراء من الجنوب في الحكومة المشكلة ولديهم مقاعد يعني كبيرة جدا ومشاركة كبيرة في الحكومة الحالية؟ لماذا لم ينزل في 30 نوفمبر ويخاطب الجماهير ويتحدث معها ويشوف ماذا تريد؟ لماذا؟ أين هم؟ هؤلاء موظفين مع القوى المتنفذة، وهم ليس لديهم أي إمكانية في صنعاء، لا من قبل العسكر ولا من قبل القبائل ولا رجال الدين. هؤلاء مستخدمين لفترة معينة، سواء الرئيس أو رئيس الوزراء، لأغراض معينة لفترة معينة، وعندما يستنفذوا هذه المهمة أو ينفذوها حين لن يكون لهم أي دور. إذا هم من أبناء الجنوب يفكروا في الجنوب، عليهم أن ينزلوا الجنوب ويخاطبوا أبناء الجنوب ويتحدثوا معهم. نعم، هنالك يعني ملف مهم جدا لا يعني اليمن فقط وإنما يعني دول المنطقة والعالم أيضا، هو ملف القاعدة والاستقرار الذي يعني استقرار عالمي وللمنطقة الإقليمية المحيطة باليمن. يعني بشكل واسع تنتشر القاعدة في الجنوب كما تعلم، يعني ما يمثل هذا الملف من أهمية لدول المنطقة، إضافة التخوفات الدولية، نشاطات هذا التنظيم يعني في جنوب اليمن. الدولة اليمنية ومع ما لديها من آلة عسكرية مدعومة من الأطراف التي ذكرناها يعني آنفا، لم تستطع
أن تحيد هذه الجماعات أو توقف نشاطها المتصاعد، كيف يمكن يعني لعلي سالم البيض أن يتعامل بعد غياب 20 عاما عن البلد مع هذا الملف المهم الذي يؤرق ليس فقط اليمن كما ذكرت وإنما دول المنطقة والعالم؟ الحراك الجنوبي لا يعتمد على علي سالم البيض فقط، هناك أخوان لنا يخوضوا النضال منذ 2007 في كل منطقة، في كل قرية، في كل محافظة، وهذا هو كفيل بمواصلة النضال. أما القاعدة فنحن نعتبرها مشكلة كبيرة ضارة بالإنسانية، آفة حقيقة، ونحن مستعدين نتعاون مع أي جهة للتخلص من هذه الظاهرة الخطيرة التي تعرض البشرية لمتاعب كبيرة، وهي للأسف وجدت عندنا في الجنوب بتصدير من الشمال، من دار الرئاسة، ممن كانوا متنفذين، من علي عبد الله صالح، من علي محسن الأحمر، من هؤلاء زرعوا عندنا هذه الخلايا وهي مرسلة من عندهم. عندما يتركون الجنوب نحن كفيلين بحل هذه المشكلة، ومستعدين نتعاون مع كل الدول في العالم التي تحارب الإرهاب وتريد أن توجد أمن وسلام واستقرار في المنطقة، عشان نكون أول من يتعاون. ولدينا القدرة عندما تكون بلادنا بيدنا نستطيع أن نضع حد لهذه المخاطر. مرة أخرى أعود إلى مؤتمر الحوار، أنتم يعني ستقاطعون هذا المؤتمر، أطراف أخرى ستشارك، هذه الأطراف سيكون لها يعني ربما الرأي الأغلب مع وجود توجهات دولية وإقليمية وداخلية أيضا تريد لليمن الجنوبي أن يبقى في حالة الوحدة حتى لو كان في هذه المرحلة. غلبت هذه الرؤية على رؤيتكم، ما الخط الذي سوف تتخذونه؟ مجموعة ناس يلتقوا هنا وهناك، هذا ما فيه مشكلة، لكن الغلبة هي عند الشعب، هي في الرأي الجمعي شعبنا في الجنوب. وأقول لكم مرة ثانية، ارجعوا ل 30 نوفمبر، للطوفان الذي حدث يوم 30 نوفمبر في الجنوب. ماذا يريد؟ ماذا تريد الجماهير؟ أما ما يطبخون مؤتمر أو ما يسموه مؤتمر في صنعاء، هذا متروك لهم، ليس لنا علاقة به أبدا، هو لم يعنينا ولم يطرق قضيتنا وليس لنا علاقة به. مش نحن مش منه، نحن مش من جوا هذا المؤتمر، نحن لسنا من اليمن، نحن الجنوب العربي، ونريد أن نستعيد بلدنا. لا يسمح لي الوقت بأكثر من هذا، ولكن لديكم دقيقة للحديث عما يجول في خاطركم، ربما ولديكم ما تريد أن تكشفوه لمستمعي راديو سوا أيضا وللعالم العربي. تفضل سيدي. نحن كل العالم نشهده على الظلم الذي نعاني منه منذ 1994 بعد أن تم احتلال الجنوب، وطوال هذه السنوات لحق بنا كل الدمار والخراب ومستمر لليوم، ولدينا آلاف الشهداء والجرحى، ونريد العالم أن ينظر لهذا الوضع وينصفنا ويسمع رأينا ويفند ماذا يدور في الجنوب. الجنوب لا يريد شيء، يريد حقه المشروع في التحرير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة التي ستعمل مع كل المجتمع الدولي ودول الجوار لخلق ظروف مستقرة وتنمية وتبادل المصالح وحماية المنافع الدولية في منطقتنا. سيادة الرئيس، يعني عذرا أعود مرة أخرى بسؤال لو سمحت تكون إجابته سريعة جدا. يعني أنتم ألم تكونوا نائب الرئيس في حكومة الوحدة بعد الاتحاد، لماذا الآن تغيرت هذه المطالب؟ لا، هذاك حينها شيء، بعد الاحتلال نحن لنا وضع ثاني. تم احتلال الجنوب في 7/7/1994. بعد هذا التاريخ نحن في وضع آخر، نحن في حل عن كل ما حصل، لأنهم هم نقضوا العهد وهم احتلونا وأصبحت بلدنا محتلة، وبالتالي وضعنا ثاني. نحن نطالب بالتحرير والاستقلال
لكي نستعيد دولتنا ونأخذ مصالحنا، وليس لنا علاقة بصنعاء نهائيا ولا بحكومتها منذ 94 7/7/1994. نحن وضعنا آخر تماما، وهم البادئين والبادئ أظلم. سيادة الرئيس، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الإفاضة في الحديث عن شؤون اليمن والجنوب خاصة منه. أشكركم مرة أخرى جزيل الشكر، ونتمنى أن نلقاكم في لقاءات أخرى على راديو سوا. شكرا. أهلا وسهلا، نحن نرحب باللقاء وشكرا على الاتصال، وإن شاء الله لنا لقاءات في يوم أفضل. شكرا.